رسميا الرابطة تنظر في احتراز أيمن الحرزي، ورسميا النادي الأفريقي يتلقى أسعد خبرين. عزيزي المشاهد، فوزي البنزرتي يكافئ توفيق الشريفي. السلام عليكم، تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. فكنغيبوا عليكم شي شوية، ولكن مع ظروف ديال العمل ما كنساوش النادي الافريقي. النادي الافريقي كيبقى في القلب، كيبقى في الروح. فما تجينيش على انني ما نجيبش اخبار على الفريق، بالعكس الفريق ديالي المفضل محب. والله العظيم هاد القناة ما كنربحش منها الفلوس، ما كنربحش منها، مازال ما حققتش الشروط ديال الربح، ولكن كمحب ووفي للفريق النادي الافريقي العريق الا وان اكون وفيا لهذا الجمهور الرائع، الجمهور الذي شرف المغاربه، خاصه بعدما حملوا زي قميص هذا الفريق ابرزهم كاماتشو العديد من اللاعبين الذين لا زالوا راسخين في اذهان كل ما هو مغربي. فتحيه ووفاء واخلاص لكل جماهير الغاليه. اذا نبداو بهذا الموضوع بخصوص توفيق الشريفي. فاليوم فوزي البنزرتي أشاد كثيرا بهذا اللاعب الذي نجح في تعويض علي يوسف المنتقل حديثا إلى الدوري الفرنسي. توفيق الشريفي نعرفه جيدا. توفيق الشريفي كان لاعبا رائعا، ولكن الموسم الماضي لم يخوض أي مباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني، لأنه هذا اللاعب طبعا كانت لديه إصابة، وبالتالي كان غائبا لمدة موسم كامل. لكن دافيد بيتوني الموسم الماضي تعرفون جيدا أنه كان يعتمد فقط على ياسين بوعبي أو حمزة بن عبدة، أو ربما يلعب كعلي يوسف أو حمزة بن عبدة في بعض المباريات. لكن اليوم بعد رحيل علي يوسف فكونوا أكيدين لأنه المركز ديال الدفاع فغيكون في وجود حمزة بن عبدة، ياسين بوعبي، وكذلك توفيق الشريفي. فتوفيق الشريفي طبعا صحيح نجح في تعويض علي يوسف بنسبة فوق 95%، ولكن عزيزي المشاهد لن نعثر على مدافع من طينة علي يوسف. لاعب كبير، لاعب اللي قدم مستويات كبيرة مع النادي الأفريقي، ونتمنى ليه التوفيق في المسار ديالو. طبعا بخصوص الاحتراز الذي تقدم به النادي البنزرتي ضد أيمن الحرزي، عندي لكم مفاجأة. طبعا هذه المفاجأة فهي سارة لكل عشاق فريق النادي الأفريقي. مسؤول داخل النادي الأفريقي، مسؤول كبير يعرف بخبايا المحكمة، يعرف بخبايا اللوائح التابعة للرابطة لكرة القدم، يعرف جيدا كواليس الرابطة. أكد اليوم على أن احتراز أيمن الحرزي زوبعة في فنجان. فطبعا عزيزي المشاهد، أخبار راجت مؤخرا، ولكن في البحث في الموضوع هو أنه الرابطة ستنظر رسميا في هذا القرار. الرابطة ستنظر في هذا القرار قبل الجولة الخامسة التي ستنطلق هذا الأسبوع عزيزي المشاهد. إذن هذيك الساعة غنعرفوا واش أيمن الحرزي بإمكانه اللعب المباريات القادمة خاصة ضد صفاقسي، أو لن يكون بإمكانه اللعب. لكن بالتحري في الموضوع وبعيدا عن الشائعات، فمسؤول جديد يبرهن على أن أيمن الحرزي يحق له المشاركة في المباريات القادمة بدون إيقاف، بعد الشائعات التي ترددت عن تعرض اللاعب للإيقاف قبل الدفع به إبان تواجده في الاتحاد المنستيري. وهنا نلخص كل شيء قبل القرار المنتظر الذي ستنطق به الرابطة. القرار واضح، يقول على أن الاحتراز الذي تقدم به النادي البنزرتي ضد أيمن الحرزي لا أسس له من الصحة، وبالتالي أيمن الحرزي غادي يكون جاهز 100% وقانونيا بدءا من المباراة القادمة ضد الصفاقسي في كلاسيكو
الذي سيحبس أنفاس كرة القدم التونسية. هذا خبر جيد، ونتمنى إن شاء الله القرار الرسمي اللي غادي يخرج يوم الجمعة أو غدا الخميس من الرابطة لكرة القدم بخصوص أيمن الحرزي. فالشكر موصول لكم، تحية طيبة، نتلاقى إن شاء الله بكم في حلقة أخرى تخص أخبار النادي الإفريقي العريق.